في يوم 21 يونيو 2001 مصر كلها صحيت على خبر حزين، خبر وفاة السندريلا سعاد حسني. بس ما كانتش وفاة طبيعية، ده ساعتها قالوا انتحار من برج ستيوارت تاور بلندن. في يوم من الأيام صحيت كالعادة وببص لوشي لقيت شكلي متغير، ملامحي مش هي، وكمان طريقتي في الكلام متغيرة. اتصلت بالدكتور بتاعي اللي قال لي تعالي لي بسرعة. أول ما رحت وكشف عليا قال لي ده شلل في العصب السابع، وكان من أصعب الأوقات اللي مرت عليا، ونتيجة في تغيير شكلي الغير عادي لدرجة إن الناس في الشارع ما كانوش بيعرفوني. سافرت على لندن، وكمان سافرت من غير ما أقول لحد لأن كنت بعاني من اكتئاب شديد جدا. الاكتئاب ده كان معايا من وقت ما كان صلاح جاهين في غيبوبة، وما اكدبش عليكم نفسيتي كانت وحشة جدا بسبب الغيبوبة اللي كان فيها صلاح جاهين. كان في علاقة بيني وبين الراجل ده بتربطني بيه بشكل غير عادي، انا ما كنتش قادرة اسميها ايه، بس كان صلاح جاهين بيعوضني عن حنان الاب اللي انا كنت مفتقداه. كنت بفضل قاعدة جنبه بالساعات في المستشفى لحد ما يحرك اي جزء من جسمه واطمن عليه، وكنت بقعد اقول له يا صلاح ما تسيبنيش، ارجوك ما تسيبنيش لوحدي. بس مات صلاح جاهين الأب الروحي ليا، وكمان الناس ما كانتش تعرفني هنا في مصر من كتر شكلي اللي اتغير، بالإضافة إن آخر فيلمين ليا ما كانوش عملوا النجاح اللي أنا كنت مستنياه، خاصة فيلم الراعي والنساء اللي كنت تعبانة جدا فيه وكان ظهري مكسور وما كنتش أعرف، وتعبت جدا في تمثيل الفيلم ده، وكنت كل شوية ما بين الشطات بقعد أرتاح. سافرت لندن عشان اتعالج، وفعلا اتعالجت هناك وصرفت كل اللي ورايا واللي قدامي. بعدها طلبت العلاج على نفقة الدولة، وفعلا السيد كمال الجنزوري استجاب لدعوتي، وكنت بتعالج على نفقة الدولة لحد ما فجأة وصل لهم كلام ان انا قاعدة في لندن بتفسح، وإن أنا خفيت بس قاعدة هناك للاستجمام، عشان كده وقفوا العلاج على نفقة الدولة. وده الشيء اللي أحزنني جدا جدا، وسائد بعدها برضو حالتي النفسية. الكل في الوقت ده اداني ظهره برغم إنهم كانوا يتمنوا مني ولو مكالمة دقيقة. وابتديت أسمع إن سعاد حسني بتتسول في شوارع بريطانيا وكمان بتاكل من الزبالة، وده اللي خلاني تعبت جدا، وهو نفس السبب اللي خلاني أكتب وصيتي وأديها للدكتور بتاع بريطانيا وأطلب منه إنه يزور قبري لو مت في مصر. كمان طلبت منه إنه ينشر مذكراتي اللي أنا عاملاها في كتاب. بس بعد كده ابتديت أواظب على أدوية الاكتئاب، وكانت حالتي النفسية ابتدت تتظبط، وابتديت أهتم بشكلي وكمان بوزني، وزرعت أسنان، وسجلت كمان رباعيات جاهين، وكنت متحمسة جدا إن أنزل مصر بعد التغيير اللي بقيت فيه. لكن ما لحقتش، لأن بعدها على طول وبعد قراري بالنزول لمصر وكتابة مذكراتي حصل اللي حصل، عشان تنتهي حياتي من برج ستيوارت تاور بلندن، وتتكتب نهاية سعاد حسني المأساوية الغير عادية. أعزائي المشاهدين، لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، وقولوا لي رأيكم في الحلقة، وكمان قولوا لي حابين تسمعوا ايه في الفترة الجاية، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.